حالة من حالات القلق والخوف لجمهور النادي الأهلي من تشكيل دياس روب أمام نادي الإسماعيلي النهارده الأربع الساعة 5 من ضمن المؤجلة من الجولة ال 14 في بطولة الدوري العام. بصراحة القائمة لأول مرة غياب 3 نجوم زيزو وإمام وتريزيجيه في حالة من حالات القلق، لأن دياس روب الفترة الأخيرة بيعمل تشكيل غلط، بيغير غلط، بيحط اماكن اللعيبه غلط في غلط للاسف الشديد، وحاله من حالات التردي الفني سواء الشوط الاول او الشوط الثاني. دي صوب مع كل الامكانيات، غياب هادي رياض، ما لعبش بن عمري، ما لعبش جزار، للاسف الشديد علامه استفهام كبيره. هل هنشوف تشكيله مختلفه عن المباريات اللي فاتت ليستروب، ولا هي تشكيله ونفس التغييرات؟ الاهلي محتاج الفوز على الاسماعيلي والتقدم في الترتيب للمركز الثاني، حتى لو كان مؤقتا. اكتب في الكومنتات ايه التشكيل المثالي للنادي الاهلي امام الاسماعيلي في جوله مؤجله ال 14 في الدوري المصري.